شيكابالا انطلق على الجهة اليمنى يبحث عن التوغل. شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شيكابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا وكأنه في حصة تدريبية استلم الكرة، راوغ الأول، مر وتوغل وسدد وجول. جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول، ويا شوف العجب ماذا حصل. شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد. هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل، تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتجربة صنعت الفارق، والصنعة والمهنة صنعت الفارق. انفرد، سدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس. أول أهداف المباراة لنادي الزمالك. ليس هناك بداية أفضل من هذه يا شيكابالا، وكذلك لنادي الزمالك المصري. هدف هكذا مبكر يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، وعودة التوغل، جول جول. ما هذه الهدايا من دفاع نادي الوداد؟ هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في ال20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف. جاءت هدية لا ترد، هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم وإنما أيمن حفني. الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسراه، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو، هذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل فريق الوداد أمام فريق قناص، أمام فريق أي نعم نقول عنه بأنه ما عندوش خيارات كثيرة في تنفيذ هذه المخالفة، بحثا عن باسم مرسي وعن علي جبر وإسلام جمال اللذان صعد. كرة ممتازة، ولا لا، جول لباسم مرسي، جول ثالث قاتل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا أيضا من عجائب العجائب، أنه من كرة ثابتة يخرج لاعب في القائمة الثاني أمام دفاع واقف، أمام حارس يتفرج، ويأتي من بعيد ويسبق الجميع ويسجل هدف ثالث. اللاعب لم يرتقي فوق الرؤوس، وإنما دخل بين اللاعبين وسجل هدفا ثالثا. شوف هنا الخطأ الفادح، يعني دخل بينهما ولم يرتقي فوقهما. شوف الإعادة مرة ثانية. أنت قط ماكر يا باسم يا مرسي، قط ماكر تمكن من إضافة هدف ثالث قاتل لصالح الزمالك أمام الوداد. وين يا محمد يا عقيد؟ وين رايح أنت؟ وين؟ 3 أهداف مقابل 0، 3 هدايا استلمها نادي الزمالك، تقبلها وسجل منها خاصة الثاني والثالث. الرابع عن طريق مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة الجزاء. أم من سيتولى تنفيذ هذه الرمية؟ أم اللاعب رمزي خالد أم أحمد توفيق؟ المهم نادي الزمالك هو الذي يستفيد من ضربة الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع. وجول 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 وجول. مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. يا سلام على الزمالك ويا سلام على الوداد.
4-0. نتيجة عريضة وثقيلة وطويلة، نعم ثقيلة، كل المواصفات لا تكفي لنصف هذه النتيجة بالرباعية للزمالك أمام الوداد. الزمالك لم يكن في مستوى عالي جدا ومع ذلك فاز بالأربعة، فما بالك لو كان كامل القدرات وبلاعبيه الذين بدأ بهم هذه المنافسة. المشكل كان في الوداد اليوم، المشكل كان في الوداد، والزمالك استثمر في مشاكل الوداد واستغل كل الفرص التي اتيحت له وضرب بالرباعية اليوم. قلت لكم بأن النتيجة لن تبقى 2 وكررت بأنها لن تبقى 3، الآن صارت 4 قبل 17 دقيقة من اللعب. ما زال الأمر مفتوح على هدف خامس أو هدف أول للزمالك أو للوداد. مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة جزاء سجلها ببراعة على يسار الحارس محمد عقيد، مسجلا هدفا رابعا قاتلا، نعم قاتلا، في دور أبطال. حاضر مباشرة، السعيد يمر وفات وعدى، وين العرضية ورأسية، ويا سلام، جول جول جول، رأسية ودادية مغربية تعانق شباك الشناوي وتعلن عن افتتاح التسجيل، واصحاب الدار يكرموا من البدايه اصحاب الضيوف بهدف اول، كوره عرضيه ما اجملها، وبعد ذلك الزمرانيه عن طريق الحاضر امامنا اونداما، والراسيه وين في شباك الشناوي، معلنه عن الهدف الاول والابتسامه الاولى لمدرجات الوداد بهدف اول. شوف المجهود الجبار والرائع الرائع عن طريق الحاضر امام عمور، لعب العرضيه وزنها بالمسطر والقلم، وقال في اللقطه الماضيه لاونداما انت وضميرك يا راجل، وضعها في المرمى، راسي من الفرحه الاولى والابتسامه الاولى براسيه وارتقاء الى رميه تماس. ملعوبه، تعود الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، وين الراسيه، جول جول جول، ثنائيه، لا مستحيل حتى الان مع الوداد، لا مستحيل مع الوداد، يستحضر كل الرغبات فريق الوداد ويؤمن على الهدف الثاني، والثاني الوداد بالكرات الرأسية، نعم بالكرات الرأسية عن طريق الحاضر أمامنا إسماعيل الحداد. شوف العرضية ملعوبة ورأسية، وين تنفض شباك الشناوي، معلنة عن ثاني الأهداف لفريق الوداد. محاولة كانت أمامنا، والكرات العرضية ما زالت قلقا على الزمالك، الكرات العرضية ما زالت تسبب قلقا على مرمى الشناوي، وها هو الهدف الثاني يأتي، انتفاضة في الشباك مباشرة، انطلاقه وبحثا عن السرعة يا ستانلي يتقدم أمامنا بالبحث عن المهارة، هنا مر وفات وعدى ستانلي، والكرة وين يا ستانلي، عرضية وفي الجول، يدونها الحاسم، نعم باسم الحاسم يدونها في المرمى ويعيد البسمة للزملكاوية رغم غلة الحاضرين، ولكن ابتسامة صداها من هنا يتمدد إلى كل مصر، معلنة عن الهدف الأول لصالح الزمالك، هدف حاضر أمامنا يعني الكثير والكثير عن طريق باسم مرسي. قلنا باسم مرسي الحاسم، نعم يظهر في لحظات الشدائد، يظهر الحاضر أمامنا، تقدم كام في الأمام وكورة عرضية ملعوبة، وفي اللقطة الماضية ستانلي قال له خلصنا من هذا الأرق يا باسم، عرضية لعبها حملت معها مالا كبيرة للأسمر، وباسم يا سلام في اللقطة الماضية بكل شيء يسجل، من كل الوضعيات يسجل، راجل هو نايم عادي جدا يسجل، كورة ملعوبة بصورة ممتازة للاعب قناص وهداف، كرة تعانق الشباك، والفرحة تعانق الزملكاوية، والفرحة تعانق الزملكاوية عن طريق باسم مرسي بهدف أول. مباراة متوهجة بأهدافها إلى حين الله. صلاح الدين الصعيدي يلعب الكرة هنا أمامنا، هنا للمهاري والانطلاقة والتسديدة، وفي الجول ثالث الأهداف، وأونداما الأسمراني يعيد الكرة مجددا ويعيد الزيارة مجددا لمرمى أحمد الشناوي. وقلنا يا جماعة الكرات العرضية، وما أدراك ما الكرات العرضية، يأتي الهدف الثالث في هذه المباراة، لا يأس لا استسلام
لا يأس لا استسلام، هذا هو شعار الوداد. الكرة ملعوبة أمامية تلعب مباشرة للخطير وصانع الكرات حتى الآن إسماعيل الحداد، مر وفات وعدى، وللمرة الثالثة قال ليون دام ضعها في المرمى يضعها ويعانق الشباك، والأمل يعانق الوداد مجددا، والأماني تعانق الوداد مجددا، والتفاؤل يعانق الوداد مجددا بكرة عرضية مباشرة في الشباك. هجمة هنا وقدم أمامنا ونجم يلعب التمرير العرضية وجول جول 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 عرضية ورباعية، رباعية اسمرانية تعانق شباك الشناوي. وقلنا يا جماعة، قلنا الكرات العرضية هي المأوى وهي السبيل لمرمى الشناوي، وللمرة الرابعة من الكرات العرضية كرة تعانق الشباك، والفرحة مجددا تعانق المدرج الودادي. محاولة ملعوبة ووين الكرة مباشرة في المرمى، في المرمى مباشرة. هدف يأتي لصالح الوداد، فابريسنسي يدونها في المرمى معلنا عن الهدف الرابع. شيئا فشيء، رويدا رويدا، فريق الوداد يقترب شيئا فشيء رغم صعوبة المهمة، ولكن حتى تمر أمانا وسلاما على مرماه بينما يتوسل للشباك فابريس ويتمناها في المرمى. هذه بلغة النظرات بالأقدام، كيف يكون الجواب؟ تقدم في الأمام وينفض الشباك. جول جول جول، هدف يأتي لصالح الوداد. لا مستحيل، لا يأس في كرة القدم، لا يأس ولا مستحيل. نعم، لا يأس ولا مستحيل، ولا يغلب اليأس الوداد، لا يغلب اليأس الوداد، لا يغلب اليأس الوداد. هدف حاضر أمامنا، والآن تشتعل المباراة، تشتعل المباراة. وهدي يا الشناوي، هدي يا الشناوي، هدي. الوداد يفعل كل شيء، يفعل كل شيء في كرة القدم، شيء لا يوصف للأمانة، شيء لا يوصف للأمانة ما يفعل الوداد. ها هي الشباك تنتفض ومعها المدرجات تنتظف، وقطع عن آلاف من عشاق الوداد خلف الشاشات ينتفضوا فرحا وطربا بهذا الهدف. ما الذي تفعل كرة القدم في هذه الليلة؟ ما الذي تفعل كرة القدم في هذه الليلة؟ تقدم لنا درسا في الحياة لا في كرة القدم وحسب، تقدم لنا درسا في الحياة لا في كرة القدم. الحاوي مر وتقدم للأمام، الحاوي بتمريرة بينية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ويا سلام يا سلام، كرة في الجول، في الجول، وانتفاضة الفرح للزملكاوية ولمدرسة الفن والهندسة. نعم، حاضرة حاضرة حاضرة، والزمالك بمن حضر يا جماعة، بمن حضر، بمن حضر يا جماعة. ها هو الزمالك والصمت يهيمن على ملعب المباراة، والالتراس حاضرين فرحين بابتسامة يدونها ستانلي. ما لبث فريق الوداد أن استفاق من فرحة أهداف الخماسية إلا وعاد الحاوي الذي استحضر كل ما في المهارة في اللقطة الماضية أمام ثلاثة، ولكن هو الحاوي عنده كل المهارة. مر وفات في اللقطة الماضية تمريرة لستانلي وقال له خلصنا يا سمراني، خلصنا يا راني، فرد الجواب مباشرة ستانلي وأنهى العتاب وأنهى هذا القلق للزملكاوية. مرور حاضر أمامنا بصورة ممتازة، وتسديدة وين تنفض شباك حارس المرمى العروبي، ومعها تنتفض دكة البدلاء. ويا فرحتك يا مؤمن سليمان، يا فرحتك يا مؤمن سليمان، بل يا فرحة الزملكاوية كلهم، يا فرحة أهل الزمالك.